اهلا بالنجم. يا اهلا. ما بدري. طمني عليك، عاش من شافك والله. انت لسه فاكرني؟ يا عم فاكرك، يعني انساك ليه؟ بلاش افوره. امال ما بتسالش ليه؟ ولا لازم يعني اجيب لوكيشن وتصوير وانترفيو وبرودكشن عشان تيجي طب تنور؟ انت عارف انا مش بسال ليه. الحوارات اللي انت شغال فيها من ساعه ما قعدنا. بس تمام. يلا يا جماعه والنبي عشان النجم مش فاضي، عايزين نخلص. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مرايه، ومعانا النهارده النجم علي لوكا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قول لي يا لوكا، الراب بيمثل لك ايه؟ بتحبه يعني ولا بيزنس وسبوبه واكل عيش وكده؟ والله انا لو مش بحب الراب ما كنتش فضلت اعمله من 2009 لحد النهارده، وابطل وارجع وابطل وارجع. فاكيد مش بيزنس واكل عيش، يعني بلاش اسئله ساذجه والنبي. يعني انت لحد دلوقتي بتعتبر نفسك رابر؟ اصل في ناس كده وطراطيش كلام بتقول عليك مش رابر، يعني والصراحه انا واحد من الناس دي. بص، يعني هو في ناس كتير فعلا شايفه ان انا مش بعمل راب، بس واضح ان انت والناس فاهمين الراب غير ما انا فاهم الراب. يعني تعريفك للراب غير تعريفي للراب خالص، فلو انت شايف ان انا مش رابر انت والناس فكول، انا مش رابر. يعني سيبنا لك المعرفه، بس وضح قصدك معلش. هقول لك الراب بالنسبه لي او الراب عموما يعني اسمه ريزم اند بويتري. ريزم اند بويتري ده يعني اي حد بيقول كلام على وزن وقافيه على سرعه معينه. فانا مش عندليب، ما بغنيش غنى يعني. انا بكتب كلامي وبعمل الالحان وبحطها على مزيكا. بس كل الفرق اللي انا بعمله ان انا بحط ميلوديز كاتشي، مواضيع بتعجب الناس، حاجات الناس بتحبها. فتقدر تقول ان انا بعمل موضوع كوميرشال شويه. فالراب بالنسبه لك لا مش كوميرشال، انت عايز راب اطلع فليكس واقول انا جامد وبتاع، وده مش غلط، احنا ممكن نعمل ده، بس مش هفضل اعمل ده طول عمري. لازم اجدد، يعني لازم اغير. ما ده كلام بقى الناس بيقولوا انهم يحبوا يعملوا فلوس. لا والله ده مش كلام الناس بتقوله لما بيحب يعملوا فلوس، ده كلام الناس بتقوله لما بتلاقي نفسها بتعمل حاجه هي بتحبها، بتعملها صح وبتطورها. طب انت قول لي، انت كنت مبسوط والناس بتقول عليك اندر ريتد؟ طب بص، نفس الناس اللي كانت بتقول عليك اندر ريتد بقت بتقول عليا انا دلوقتي اوفر ريتد بعد ما نجحت شويه صغيره. صدقني انا مش مهتم الناس بتقول ايه ولا انت بتقول ايه، كل اللي انا مهتم بيه اعمل مزيكا نظيفه الناس تحبها وتعيش. مش فارق معايا شكلها ايه او تصنيفها ايه. طب قول لي بقى، النجاح المفاجئ ده ساعات بيغير الناس وبيقعدوا يجروا وراه كده، خايف ده يحصل لك؟ هو مين قال لك ان هو مفاجئ؟ يعني لما النجاح يبقى مفاجئ ممكن يغير الناس. انا قلت لك انا بعمل راب من 2009. انا نجحت اكتر من مره، فشلت اكتر من مره، ولا اتهزيت. يعني مفيش حاجه اسمها نجاح مفاجئ اصلا. اما النجاح يبقى مفاجئ ممكن يغيرني، لكن انا نجحت، كان معايا باند ونجح وفركشنا الباند، وبعد كده لعبت سولو ونجحت، وبعد كده بطلت، وبعد كده رجعت تاني اتمرنت اكتر من سنه ونص. وانت بنفسك كنت شاهد على السنه ونص دي، يعني كنا بنعمل راب ساعتها لو تفتكر، راب صريح قوي اكيد. من اللي انت بتحبه، بس انا ما لقيتش نفسي فيه قوي يعني زي النهارده. فالنجاح بالنسبه لي مش مفاجئ نهائي، صدقني. نجحت كذا مره، ومفيش بقى النجاح ده ما بيتنسبليش لوحدي. واوعدك ان النجاح ده ربع اللي انت هتوصل له، او اللي انا هوصل له، بلاش انت، يعني ربع اللي انا هوصل له السنه دي باذن الله طبعا. طب مجال الراب كبر قوي عن لما بدأت في 2009، تقدر تقول لي ايه العيوب والمميزات اللي حصلت من 2009 للنهارده؟ بص، هو مجال الراب طبعا كبر عن 2009 كتير كتير. انت بتتكلم في فرق مثلا 14 سنه. مميزات الموضوع ان الراب نجح، ودي حاجه كان في اجيال كتير قوي في الهيب هوب في مصر بتفايت ان الراب اصلا يتسمع. الراب ما كانش بيتسمع في مصر، كانت مزيكا منبوذه. يعني تيجي تسمع واحد بيغني راب، ايه يا عم العيال اللي بتغني بسرعه دي ولابسين واسع وكبات وبتاع، لا 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 لا. فان هو اصلا ينجح دي اول ميزه، ان الناس تبدا يبقى عندها نوليدج بالكالتشر نفسها بتاعت الهيب هوب. دي ميزه تانية. ان هو يبقى كوميرشال، يدخل في اعلانات وبرامج وافلام ومسلسلات، دي كلها ميزه ثالثه. ان هو يبقى مين ستريم بشكل عام، اي حد دلوقتي بيعمل اي حاجه بيدور على رابر او بيدور على المزيكا دي. دي ميزه. التولز كترت، انترنت بقى وبلاتفورمز كتير، دي كلها ما كانتش موجوده. مميزات كتير قوي. العيوب او العيب الوحيد اللي انا شايفه ان الفان ما بقاش راضي بدوره كفان. يعني لازم دايما يحسسك ان هو عارف كل حاجه اكتر منك. يعني انت كنت بتقول كذا، لا انت تقصد كذا، لا والله ده ما ينفعش، انا اصلا ما اقصدش كده، انت عرفت منين؟ فاهم؟ اللي انت بتعمله ده راب، اللي انت بتعمله ده مش راب، اللي انت بتعمله ده لا انت لابس ضيق، لا انت لابس واسع، لا انت مش عارف. يا معلم ما تسمع، اسمع واتبسط وخلاص. تراك عاجبك اوكي، تراك مش عاجبك ما تسمعوش. الموضوع بسيط. ومش معنى كده ان انا بقول لك لا والله انا مش عايز الفان اللي هو التراك مش عاجبه، لا هفضل ازن على دماغك لحد ما تراك يعجبك. ميرسي. طب انا لاحظت حاجه كده، معرفش هي انت قاصدها ولا مش قاصدها، اغانيك كلها ما فيهاش الفاظ خارجه،
مش شايف ان ده بيقلل من الفاليو بتاعت التراك وبيفقد ايدجز كتيره ما بتعرفش توصل المعنى زي ما هو المفروض يوصل؟ بص انا بعمل ده قصد طبعا، يعني مش هقول لك ان انا ما بعملش ده قصد. في اغاني بعمل فيها الفاظ خارج بس بسمعها انا مش بنزلها. ماشي. تمام، لكذا سبب بقى ورا بعض. اول سبب ان انا بدور على وايدر اودينس، عايز ناس اكتر تسمع. فناس اكتر تسمع ده انت عندك الناس، في بنات، في ستات كبيره، في رجاله، في اطفال صغيرين سن 4 سنين و5 سنين بيسمعوا اغاني. تمام. فبالنسبه لي انا ما ينفعش اقول لطفل الفاظ خارجه، ما ينفعش اقول لبنت الفاظ خارجه، ما ينفعش ادخل بيت قاعد فيه عيله الفاظ خارجه. دي كلها حاجات ما تنفعش. وفي نفس الوقت دي مش نقطه ضعف، دي نقطه قوه، ان انت تقدر توصل نفس المعنى من غير قله ادب. انا ممكن اقول لك مثلا اللمبه اللي هناك دي فصلت. تمام. وممكن اقول لك اللمبه بنت وبنت 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 فصلت، الاتنين وصلوا نفس المعنى. انا في بنات بتبعت لي بتقول لي انت الارتست الوحيد اللي لما بتنزل تراك جديد مثلا بنسمعه في البيت عادي قدام بابا وماما لاول مره، واحنا مش خايفين ان انت تقول حاجه غلط. فلا بالعكس، يعني دي حاجه جميله. كاريرك الطويل ده، هل ندمان على حاجه؟ ولو ندمان على حاجه، ايه الحاجه اللي انت لو رجعت هتغيرها؟ والله بص، مش يعني انا مش الشخص اللي بيندم بقى ويقعد يتاثر وبتاع، يعني بموف اون على طول. بس لو في حاجه بجد ندمان عليها هي الفتره اللي انا بطلت فيها مزيكا. طب انت بطلت ليه؟ كان عندي باند والباند فركش وكان معانا فلوس، فما كناش فارق معانا قوي، فاهم؟ فكل واحد قاعد يضيع ويصرف، وانا كنت زهقان من المزيكا الصراحه، عشان قعدت 5 سنين كده دايركت عمال شغال مزيكا 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 مزيكا. والباند كانت حاجه كبيره بالنسبه لي وقتها. فلما الباند اتفركش كانت بالنسبه لي زي ما تقول كده شوك، يعني ما كنتش لان احنا فركشنا في عز نجاحنا، دي برضو كانت كانت حاجه غريبه جدا. قشطه بقى، براحتك. قلت انك مخطط لحاجات كتير قوي السنه دي اكبر من اللي حصل. تقدر تقول لي انت شايف نفسك ازاي الفتره الجايه؟ اللي حصل ده فعلا انا شفته بعيني قبل ما يحصل وكنت حاسس بجد، عندي يقين كده في قلبي ان ده هيحصل، يعني عاجلا ام اجلا هيحصل. وكنت شايف اكتر من كده كمان. وحاليا واحنا قاعدين بنتكلم انا بقول لك السنه دي لا، هنبقى في حته بعيده انا والتيم. انت مش معانا معلش انا اسف. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من مرايه. اشوفكم في حلقه جديده. شكرا. العفو.